والآن مع القصة. أخرجوني من هنا، أخرجوني، إنني بريء، لا أتحمل أن أجلس هنا مع هؤلاء الأشرار، إنهم لصوص، إنهم مفترسون، لا تتركوني مع هؤلاء. أيها الحقير، ماذا تقصد بأننا لصوص؟ إننا أبرياء أكثر منك. إنني لو كنت لصا لدخلت هذا السجن من أجل قضية عظمى وليس من أجل معاكسة فتاة. أيها الأحمق، أتعاكس فتاة؟ أليس لك أم أو أخت؟ أترضى لهم أن يعاكسهم شاب وخ مثلك وقح؟ هدوء، فليهدأ الجميع، فإن القاضي على وصول، ولا يتحدث أي منكم إلا بإذن مسبق، مفهوم؟ بسم الله، فلتفتح الجلسة. أيها الحاجب، فلتنادي على القضية الأولى. القضية الأولى: الفتاة التي سرقت حلواها، فلتتقدم إلى هنا. أنا هنا يا سيادة القاضي. ما هو الموضوع؟ هذا الرجل الذي يقف في القفص سرق حلوتي. كنت أسير في الطريق وهجم علي كالوحش الكاسر وضربني على وجهي وأخذ مني حلوتي وأخذ يكركشها. لا تتركوه، إنه وحش، إنه مرعب، لا تتركوه. لا تخاف يا ابنتي، ما أحضروا هذا الرجل إلى هنا أمامي. ها هو يا سيادة القاضي. قبل كل شيء يا سيادة القاضي، الحلوى تزيد من وزني بسرعة، علاوة على أنني مريض بمرض السكر، هذا المرض اللعين، كما حذرني طبيب الأسنان من تناول الحلوى وأنا صغير السن. أتصدق هذه الفتاة وتكذبني؟ إنها قضية صعبة، ولكننا سنحاول حلها، خاصة وأنه لا يوجد دليل. أيها الحاجب، افتح فم هذا الرجل رغما عنه. سمعا وطاعة أيها القاضي. لا تفتحوا فمي، إنني خجلان. ما هذا؟ إن أسنانك بيت سوس حاد، فكيف تقول أنك لا تتناول الحلوى؟ ها هي قطعة حلوى متبقية بين أسنانك. أنت محكوم عليك بالسجن. فليحيى العدل يا سيادة القاضي، أشكرك. أيها الحاجب، فلتنادي على القضية الثانية. القضية الثانية: المرأة الفاتنة، فلتتقدم إلى هنا. لا تبكي المرأة وتحدثي. أنا المرأة التي عاكسني هذا الرجل يا سيادة القاضي. هل لو كانت لك امرأة مثلي، هل كنت ترضى أن يعتدي عليها ذئب متوحش مثل هذا الذئب؟ إنه وحش، لقد حاول أن يقبلني عنوة في الطريق العام، ولكنني قاومته بشدة ونهرته. حاولت أن تفعل هذا أيها الرجل؟ أخرجوني من هنا، أخرجوني، إنني بريء. أيها الحاجب، احضر هذا الرجل إلى هنا أمامي. ما هذا الذي يوجد في وجهك؟ إنه خربوش. إذا أنت حاولت أن تقبلها ولكنها منعت، وأخذت تدافع عن نفسها حتى أصابتك بهذا الخربوش. أنت محكوم عليك بالسجن. فليحيى العدل يا سيادة القاضي، إنك فعلا لقادم، إنك لطيف. اصمت المرأة، واللي حبستك أنت أيضا. أيها الحاجب، فلتنادي عن القضية الثالثة. القضية الثالثة: لص الدجاج. أنا لست لصا، أتفهمني؟ اخلص يا الرجل ولا تتكلم بدون إذن، فليتقدم صاحب المطعم بشكواه. أنا صاحب مطعم لتقديم بعض الوجبات الريفية. قد آتاني هذا الرجل وطلب مني أن أعد له دجاجة ليتقوت بها، وبالفعل ذهبت إلى الحظيرة لأخذ دجاجة لذبحها وتنظيفها وطهيها له حتى أكلها. وعندما عدت من المطبخ فوجئت بأن باب الحظيرة مفتوح وأن هناك دجاجة مفقودة، فسألت البطة التي كانت تجلس بجوار هذه الدجاجة، فأخبرتني أن هذا الرجل قد سرق الدجاجة وفر بها هاربا. هذا ما قالته لي بطتي. ماذا تقول يا رجل؟ هل يتحدث البط؟ إنك لأحمق إذن. ماذا تقول يا مجنون يا أحمق؟ خلص أنا أقول لا تتكلم بدون إذن. أنا هنا القاضي والذي أحدد هل يتكلم البط أم لا. ائتوا لنا بهذه البطة.
فلتتقدم البطة إلى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تبكي أوت البطة وتحدثي. زميلتي وصديقة عمري الدجاجة التي كانت تعيش بجواري في الجزيرة. سرق هذا الرجل الذي يقف أمامكم. هراء كذب، إنه جنود. طيب إلى هنا أيها الرجل. ما هذا الذي يدق فوق رأسك؟ إنها ريشة، لابد أنها للدجاجة. وما دليلك القاضي؟ أيها الرجل، فتشوا بيته. ماذا وجدتم؟ وجدنا دجاجة بداخل المنزل. ائتوني بها. أنا الدجاجة التي سرقني هذا الرجل يا سيادة القاضي، ولولا رحمة الله لكان ذبحني وأكلني، ولحسن الحظ أنه تم القبض عليه في اللحظة الأخيرة. هذا كل ما حدث يا سيادة القاضي. أنت محكوم عليك بالسجن. من قال أن في الحبس مظالم؟ للأسف لا يوجد مظلوم واحد. من قال أن في الحبس مظالم؟ قصة من تأليف وأداء عمر عصران. الشخصيات حسب الظهور: فرفور، لص الدجاج، الحاجب، لص الحلوى، القاضي، الفتاة التي سرقت حلواها، المرأة الفاتنة، صاحب المطعم، لص الدجاج، الدجاجة، البطة.